السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة السرشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية ان شاء الله. النهارده انا جايب لكم تول حلوة قوي عجباني قوي. انا بصراحة اول ما عرفتها قلت ما اعملها لكم على طول. وهي تول كانت زمان علشان تتعمل التول دي كانت بيتعمل فيها كود بروجرامنج طويل قوي وبيتكتب كودز كتير قوي علشان تجيب الداتا دي. وهي الويب سكريبنج. الويب سكريبنج دي اللي ما تعرفش عنها، دي بتعمل زي مسح للداتا وبيجيب لك البيانات اللي جوه الويب سايت ده. في في اكستنشن هنا في جوجل كروم جامد جدا، وان شاء الله انا هقول لكم دلوقتي بيعمل ازاي. ان انت بتقدر تعمل ويب سكريبنج بدون كود، نو كودنج ب يعني تكات زرار، والموضوع هيعجبكم قوي. تعالى كده مثلا نفتح على موقع مثلا زي بي تك مثلا اهو. الموقع اهو ده مثلا، ونعمل مثلا اي فئات مثلا. تعال بس نمسح نقفل ده كده. نعمل مثلا اي فئه مثلا زي فئه الاجهزه المنزليه مثلا، غسالات مثلا. تمام. طيب بص كده الحته دي، احنا ننزل كده، ننزل وندوس على عرض المزيد. انا عمال انزل بس ما بعملش حاجه. انزل برضو دوس على عرض المزيد. دي اخر حاجه، انا اسف معلش طولت شويه. وانزل انزل. مفيش حاجه حصلت صح. الفكره بقى ان انت بقى لما تيجي ترجع هنا كده، في اكستنشن اسمه انستنت داتا سكريبر. اول ما تدوس عليه كده هو راح جاب الداتا. بص الداتا كانت عامله زي، بصوا هو عمل اوتوماتيك زي علم على المنتجات بالاسعار بكل حاجه. شايفين المربع الاصفر ده كده بالاطار الاحمر اللي حواليه ده؟ كل حاجه اتعملت. ولما اجي ادوس، ركز بقى في حته الموضوع ده، كل ده جاب الداتا بتاعته في لحظات اي. بص كده. طب انزل مثلا على عرض المزيد تاني مره. انزل. هو شايف الخط الاحمر ده كده بينزل. هو كده جاب الداتا دي كلها. تخيل جاب الداتا دي كلها. هنعمل كده، كل دي الداتا اتجابت. نعمل هنا اكسل فايلز، ننزلها هنا مثلا على دي كده، نخليها مثلا وليكن بي تك مثلا، نكتبها بي تك ونعمل سيف. كده الداتا اتفتحت. نفتح ده كده الاكسل. يس. بصوا جميل جدا بجد. يعني الاوبشن ده مش عايز اقول لكم، الويب سكريبنج ده يعني الناس اللي بتكتب بايثون وبتكتب كود بايثون الموضوع بيبقى طويل جدا. بص بقى هنا اهو جاب لك. بص ده لينك يعني مثلا دي اسمها ايه، دي غساله ملابس توشيبا 13 كيلو، انفرتر تحميل علوي فضي وما اعرفش ايه، والكود بتاعه والكلام ده كله. كل ده الداتا بتاعتها. ده ده الكود ده بيبقى كود، او قصدي اللينك ده بيبقى لينك الصوره. لو عملت كده تفتح هنا دي كده وتفتح دي، هتبقى دي صوره الغساله. دي الغساله التحميل العلوي اهي. ولو فتحت دي كمان، دوست كوبي وفتحتها هنا كمان اهي، وتدوس هنا، هيبقى دي سعر الغساله. سعر الغساله كام؟ 16 3 تسعات يعني 17000 اهو. 16 3 تسعات برايس رابنج. والبرايس رابر 2 ده بدل من، يعني 16 3 تسعات بدل من 17 300. تعالى كده نشوف نتاكد. 16 3 تسعات بدل من كام؟ 17 300. اختراع، بجد اختراع والله ما بهزر. انتوا شايفين السهوله عملت ازاي؟ وجاب لك انت عملت سيف قد ايه، وعملت البيرسنت اللي هو الخصم قد ايه. كل ده الداتا دي كلها اتجابت في لحظات. الموضوع حلو قوي يا جماعه. الاي اي دلوقتي بقى ماشي في تفاصيل حلوه جدا. الموضوع هيسهل علينا شغل كتير. الفكره ان انت في الزمن ده تبقى انت عارف تولز كتيره. الموضوع هيعجبك جدا بجد ركز فيه، الموضوع جامد قوي. انا برضو شفت شويه حاجه كده حلوه قوي، ان احنا نعمل نيكست لوكيت باتونز. يعني ايه؟ تعالى نعمل دي كده، ونفتح مثلا كده اي حاجه تانية مثلا زي فئات مثلا زي الموبايل والتابلت. موبايل، نختار موبايل. ده كده الموبايل. دي كده الموبايل. بص لما اجي ادوس على دي وادوس على انستنت داتا سكريبر وادوس على لوكيت نيكست بutton، ادوس كده عليها. النيكست بutton دي، مش انت بتدوس على عرض المزيد دي وتنزل لك عرض المزيد، وبعد كده تدوس عليها وتنزل عرض المزيد. هندوس على دي كده. اول ما اجي دوست دي كده على دي عرض المزيد اهي، بقى ده اللوكيت بutton. هنرجع هنا كده واقول له ايه؟ ستارت كرولينج. بص اهو. بص الصفحه عماله تنزل، خدت بالكم اهي؟ الصفحه كل شويه عماله تنزل اهي. ستارت كرولينج اهي. جاب لي الداتا كلها، نوع المنتج دي. نعمل ستارت. طب نعمل انفينيتي سكرول كده ونعمل ستارت كرولينج كده اهو. اهو اهو. هو كده كل شويه عمال ينزلني تحت كده. خلاص. بصوا اوبشنز كتير جدا فوق ما انتوا تتخيلوا.
الموضوع بجد بجد الموضوع هيعجبكم جدا. اسمه اهو اسمه انستنت داتا سكريبر. طب لو انت مش عارف تجيبها منين، هتدوس هنا كده، هتدوس هنا دوس مانج اكستنشنز، وتدوس على حاجه اسمها كروم ويب ستور، تكتب هنا سكريبر، هيطلع لك هنا انستنت داتا سكريبر، تعمله اد، انا عامله يعني اد، فانت تعمله مثلا اد وخلاص على كده. بس كده. شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناه السوشيال. ما تنساش تعمل لايك وتشترك معايا في القناه. شكرا جدا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.